ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرين. ملأنا البر حتى ضاق عنا، وظهر البحر نملأه سفينة. إذا بلغ الفطام لنا صبي، تخر له الجبابر ساجدين. وسيل القوم لا يحمل حملا، وعبد القوم يحمل ما بقينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد الراعي، ودي قناة والنهاردة رحلتنا ترجع بينا عبر الزمان لأكثر من 1500 سنة، الوقت اللي بدأ في الشارع العربي يخط أول سطور تاريخه في العصر الجاهلي حوالي سنة 500 ميلادية. في الزمن ده الكلمة ما كانتش مجرد صوت عابر، الكلمة كانت روح، كانت سلاح وحصن حماية لكل إنسان، كانت فخر لكل رجل وامرأة، وكان أصل كل قصة وكل معركة وكل حكم. الشعر كان أكتر من بيت موزون، كان دفتر حياة العرب، كانوا بيوثقوا فيه أنسابهم ومجد بطولاتهم ودموع حربهم وآلام أحزانهم وحكمتهم. أما الشعر فكان أكتر من مجرد صوت، كان ناطق حكمة القبيلة، سفيرها في كل مواجهة، وصوت يمتد قوته أبعد من حد السيف، لأنه كان بيحمل كلمات تزرع في القلوب كما تزرع الرماح في الجسد. وفي بيت لامرؤ القيس اللي اتخلد في تاريخ العرب: كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. امرؤ القيس أمير الشعر اللي بيبدأ قصيدته بالوقوف على الأطلال، وما كانش واقف بس على بقايا حطام، لكن كان واقف على كل آلام الحب وعلى كل خسارة في حياته بعد مقتل أبوه حجر الكندي اللي خلاه يلف القبائل يطلب بثأره بجمال كلماته وقوة بلاغته. لكن قبل امرؤ القيس كان في شعراء كبار اللي صنعوا أساس الشعر العربي محدش يعرف عنهم حاجة، وفي ناس معاه من نفس جيله زي طنفة بن العبد، الشاب المتمرد اللي كتب قصيدته كلها حكاية ألم وغربة داخلية. وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهند. قطعا تجربة طرفة احنا بنشعر بيها لحد النهاردة في صراعاتنا النفسية مع القريب والغريب. وكمان في زهير بن أبي سلم، حكيم العرب، صوت الحكمة وسط جنون الحرب، ختم بعد انتهاء حرب داحس والغبراء رسالة سلام ونصر، عايز يقنع العرب إن لا عزة تنفع ولا فخر يقوى على السلام. وقال في لسان حكيم: ومن يجعل المعروف في غير أهله، يكن حمده ذما عليه ويندم. المحبة والفروسية تجتمع في شارع عنترة بن شداد، اللي رغم إنكار أهله ليه إلا إنه حمل مشعل الشجاعة والحب والوصول لعبل أغلى أحبائه من خلال سيوفه وشعره. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارك ثغرك المتبسم. أما عمرو بن كلثوم هو صوت الكبرياء والتحدي، زعيم قبيلة تغلب، قصيدته إعلان تحدي وسلام لقوة قبيلته. ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرين. ملأنا البر حتى ضاق عنا، وظهر البحر نملأه سفينة. إذا بلغ الفطام لنا صبي، تخر له الجبابر ساجدين. وسيل القوم لا يحمل حملا، وعبد القوم يحمل ما بقينا. ولبيد بن ربيعة كان له للعقل نصيب، ينبش في فلسفة الوجود وبيفكرنا بإدارة اللحظات، وقال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وكمان الحارس بن حلزة اللي وقف دفاعا عن كرامة قبيلة بكر بقصيدة قوية مليانة حماس وعزة: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه السواء، قد بغت بكرها علينا وتمال، وكذلك الحروب وقعنا شراء. آذنتنا وحق لنا أن نريب، وقبل أن يظهر الكريم العفاء. الشعر ده كان أكتر من فن، كان هوية ومجابهة وصلابة. العرب كانوا قبائل، وكل قبيلة دولة بحد ذاتها، والقبيلة بتعني كل حاجة، من الأمان للغذاء للولاء للفخر. بسبب كده كل نزاع حتى لو بسيط كانوا بيعيشوا صراعات وحروب تتجاوز الكلمات توصل للسيوف والدماء. تبدأ قصتنا الكبيرة بحرب داحس والغبراء، صراع استمر 40 سنة. بدايته كانت عادلة،
سباق خيل بين عبس وذبيان، حصاني داحس والغبراء، خيانة وغدر أججوا نار الحرب والنزاع. في وسط وحشية الساحات كان الشعراء هم المقاتلين بالحكمة، حيث ينشدون الفخر ويستعون من نفوذ قبيلتهم أو يدعون للصلح، زي الزهير اللي حاول يوقف الحرب بصوته الحكيم: يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم. وهذا البيت يثني فيه على الحكيمين هرم بن سنان والحارث بن عوف، اللذين وقفوا حائلا بين حرب عبس وذبيان وسعوا للصلح بفضل حكمتهما، ممثلا كلام الشعراء كمقاتلين بالكلمة التي توقف ولاية الحرب. الهجاء في شعر الجاهلية كان سلاح قوي جدا، الكلمة بتوجع أكتر من السيف لأنها بتضرب في كبرياء وشرف القبيلة وتأثر على مكانتها وسط القبائل التانية. مثلا هجاء جرير لبني نمير في البيت ده: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. يعني جرير بيقلل من مكانتهم، بيقول لهم إنهم ملهمش شأن، لا أنسابهم عظيمة ولا حتى عندهم حماية أو وفاء زي الكلاب. الكلام ده بيأثر جامد على سمعة وقوة القبيلة كلها. تخيل بيت شعر واحد ممكن يضعف قبيلة كاملة بسطر واحد من هجاء قاسي ومظبوط. رحلتنا مع الخط النهاردة أخدتنا من صحراء الجاهلية وأصوات المعلقات، ومن فخر القبائل وهجاء الشعراء. شفنا ازاي الكلمة كانت نار وسلاح، وازاي الشعر كان تاج العرب وزينتهم. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش سلطانه. لكن المفاجأة الأكبر لسه جاي، لما نزل القرآن بنفس لغة الشعر اللي هم أسيادها، ومع كده أدهشهم وعجزوا يجيبوا زيه. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واكتب لنا رأيك في الكومنتات. في الخط الجديد نتكلم عن لحظة التحول دي، ازاي القرآن غير مفهوم الكلمة عند العرب للأبد.